ازاي تقدر تعمل رجيم صحي ب5 خطوات بس؟ خلينا نبدأ بأول خطوة، إنك لازم تنظم عملية النوم. لما الإنسان بينام أقل من 6 ساعات في اليوم بيحصل له حاجة، اللي الهرمون بتاع الذكورة بتاعه بينزل وهرمون تاني اسمه الكورتيزول بيزيد جدا، فبالتالي نسبة حرقك للدهون بتقل، نسبة احتفاظك بالسوائل بتزيد، ونسبة كمان احتفاظك بالدهون بتزيد. فمن مصلحتك أول خطوة لو عايز تعمل رجيم صحي تخس بيه دهون وتبني بيه عضلات، إنك تنام على قد ما تقدر فوق ال6 ساعات لو أنت عندك الأوبشن ده. تاني خطوة على طول إنك تمارس نشاط بدني، زي مثلًا اللي أنت تروح الgym أو تتمرن في البيت أو حتى تعمل عدد خطوات ثابت خلال اليوم. ونصيحتي ابدأ من 5000 خطوة وأنت طالع، لو ثبّتت المجهود البدني على مدار الأسبوع جسمك سرعة الحرق بتاعته هتزيد، وكمان لو دخّلت بقى تمارين المقاومة دي حاجة هتخلّيك عندك كتلة عضلية أكبر مع الوقت، فبالتالي تقدر تحرق دهون وأنت قاعد في مكانك. أيوه زي ما أنت سمعت كده، الناس المعضلين دول يقدروا يحرقوا دهون وهم قاعدين في مكانهم من غير ما يتحركوا. كل ما الكتلة العضلية بتزيد، كل ما احتياجك لحرق السعرات الحرارية بيزيد. تالت خطوة مهمة جدًا، 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 إنك تكون شارب مَيّة كويس. كل ما بتقلل من نسبة المَيّة اللي أنت بتدخّلها جسمك، كل ما جسمك بيحتفظ أكتر بالمَيّة دي. يعني الموضوع بسيط خالص، كل ما الواحد يشرب مَيّة أكتر، كل ما يطلّع مَيّة أكتر، كل ما يقلل كمية المَيّة، كل ما جسمه يحبس المَيّة دي أكتر. فأنت من مصلحتك إنك تشرب مَيّة. طب تشرب قد إيه يا كابتني؟ ابدأ من 2 لتر في اليوم وابدأ زوِّد لحد ما تحس إن أنت كده قادر يومك يكون حلو وتمام. رابع حاجة والمهمة جدًا، 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 ما تاكلش وجبتين كبار على مدار اليوم، أرجوك، ده بيعلّي لك الأنسولين جدًا، بيعلّي لك مستوى سكر الدم جدًا، ودي حاجة هتخلّيك تحبس دهون وما تعملش عضلات بسرعة كمان. فالوجبتين الكبار دول أنا مش باطلب منك تكون لعيب كمال أجسام، لكن باطلب منك إنك تقسّم عدد الوجبات بتاعتك دي، بدل ما أنت هتاكل مرتين في اليوم بس وجبة كبيرة قد كده، خلّيك تاكل 3، 4 وجبات أو 5 وجبات صغيرين جدًا. طيب هل الرجيم الصحي ما فيهوش فاكهة، ما فيهوش عيش، ما فيهوش خضار، ما فيهوش رز؟ لأ، الرجيم الصحي المفروض يكون فيه كل العناصر دي، بس أهم حاجة اللي أنت تكون بتدخّلها بدال الحاجات الغير صحية. يعني مثلًا بدل ما تكون بتاكل جنب الأكل بتاعك شيبسي بقى وتشرب حاجات فيها سكر والحاجات دي، تقدر تبدّلها بالفاكهة وكمان الخضروات. الخضروات فيها فيتامينات وفيها معادن وفيها ألياف هتساعدك على الهضم وهتشبّعك فترة طويلة جدًا. الرجيم الصحي مش حاجة سرية ولا حاجة مثلًا حِكر على الناس اللي عندهم عضلات. الرجيم الصحي إحنا كلّنا نقدر نعمله، بس أهم حاجة نكون متوازنين فيه. بدل ما تكون بتاكل رز وفراخ وعيش بس، لأ، دخّل كمان حاجات فيها ألياف واشرب مَيّة كويس، نام كويس، كده أنت هتكون إنسان صحّي. وخُد بالك دايمًا إن صحتك أغلى من متعة الأكل اللي هو بيحصل لمدة 5، 6 دقايق دي. أنا كوتش أحمد عجلان باعمل لك فيديوهات عن التغذية وعن التمرين، فلو أول مرّة تشوفني اعمل لي متابعة واعمل شير لصاحبك عشان يفهم اللي الدايت مش حرمان ولا هو حاجة صعبة، وكمان ابعت تسألني عن باقات التدريب الأونلاين لإني أقدر أغيّر لك جسمك في أقل من 90 يوم لو التزمنا مع بعض. يا متيني يا رب هي كلمة السر.